1,000,000 لتر من زيت الزيتون بدأت كميات منها بالوصول للأردن ووزعت على فروع المؤسستين العسكرية والمدنية. زيت الزيتون التونسي الهدف من استيراده هو تهدئة السوق وتخفيف العبء عن المواطنين بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار زيت الزيتون المحلي. كان في رخصة للمؤسسة المدنية وللعسكرية كمان، كل وحدة تستورد زيت زيتون من تونس حوالي 1,000,000 لتر. فإحنا بلشنا إحنا والمؤسسة العسكرية وجبنا كمية كبيرة، بس بتصل على دفعات لأنه في ضغط في دولة تونس على العبوات المعدنية اللي كان اشتراط لوزارة الزراعة، فجت كمية بسيطة أو أولية. هاي الدفعة اللي اجت حاليا امبارح وصلت لمستودعاتنا، امبارح وزعناها على جميع أسواقنا 69 سوق، والدفعات الثانية راح تتبلش إن شاء الله، الدفعة الثانية بعد 5 أيام. هذه الكميات طرحت بسعر 21 دينارا لعبوة سعة 5 لترات، وهو سعر وصف بالمناسب مقارنة بالأسعار السائدة، في محاولة لكسر حدة الغلاء وتوفير بديل متاح للمستهلكين. اللي معتاد زيت يجي ياخذ موجود، وبعدين في عليه رقابة من ناحية النظافة، من ناحية الفحوصات، تاخذ الغرض وانت مطمئن، ما في شك بهذا الموضوع، وبتكون الرقابة لصالح المواطن. كان في اكتظاظ اليوم على الأسواق عشان كان في رقابة من الغذاء والدواء على الزيت، والزيت ما شاء الله. والله أنا جيت هنا أول شيء رحت على طبربور وصفيت من الصبح لهالساعة وطلعت ما معي زيت. قالوا لنا تعالوا هون، جينا هون هنا، وهي بتحكوا فيش الأسبوع الجاي.